8 نصايح هيغيروا فكرتك عن مربع الجيراني للأبد. وده بيخلينا إن المربع مش شكل واحد بس ليه أشكال كتير جدا وتصاميم منها كتير جدا. في منهم المربع اللي بدايته بتكون دايرة، وده على حسب الغرزة والباترون. حاجة واحدة بنعملها هي اللي بتخلينا ننتقل من الدايرة للمربع أو نحول الدايرة للمربع، وفعلا سهلة وفي دور واحد بس. بنكمل أدوار المربع عادي. يلا بينا نشوف الأدوات علشان نطبق النصايح بشكل عملي. هاستخدم هنا خيط مدام تريكو الدرجات اللي هتشوفوها دلوقتي، وهاستخدم إبرة 3 أقل درجة من الرقم المقترح للخيط. ودي هتكون أول نصيحة أو أول حيلة بسيطة علشان المربع يكون متماسك ومظبوط. نوصل للنصيحة رقم 2، وهي الدايرة اللي هنبدأ بيها المربع، واللي بيحدد هتكون دايرة سحرية أو 4 سلاسل ونقفلها بمنزلقة. هو الشغل نفسه اللي بنشتغله، وكمان شدة ايديكي لانه في الضيق وفي الواسع. وده يخلينا نتكلم عن النصيحة رقم 3، وهي بديل سلاسل الارتفاع ال3 سلاسل. هعرض لكم هنا طريقتين جنب طريقة ال3 سلاسل علشان تشوفوا الفرق. طريقة رقم 1 هي ال3 سلاسل الأساسية. الطريقة التانية هي غرزة الحشو زائد 2 سلسلة. والطريقة التالتة اللي هي 2 غرزة حشو فوق بعض زي اللي أنا وريتها لكم قبل كده في فيديوهات سابقة كتير. هسيب لكم الروابط بتاعتها تحت في صندوق الوصف. وهنا بكمل الشغل بتاعي في أول دور عادي بالشكل الطبيعي، اللي هو 2 عمود بلفة بعد أول عمود، وبعد كده بشتغل 2 سلسلة 3 عمود بلفة، بعد كده بشتغل 2 سلسلة وهكرر 3 عمود بلفة 2 سلسلة مرتين كمان. ولما نوصل لنهاية الدور في العادي بنقفل ب2 سلسلة وغرزة منزلقة، لكن ده هيعمل مشكلة في بداية ونهاية كل دور، وهتكون في ناحية من المربع مش مظبوطة مهما حاولنا نحلها. والحل بسيط جدا، وهيكون هو النصيحة رقم 4، نهاية أو قفلة الدور. هنعملها هنا هتكون بغرزة النص عمود اللي هي بديل ال2 سلسلة. كده هنضمن إنه هيكون في نص الفراغ، ومش هنحتاج نعمل غرز منزلقة كتير علشان نوصل للفراغ الجديد أو الفراغ اللي بعده. وده يخلينا نوصل للجزء اللي معظمنا مش بيحبه، تغيير الألوان وتشطيب الخيوط. وده دور النصيحة رقم 5، وهي إني لما بنهي بغرزة النص عمود مش بقفلها بنفس اللون، وباللون الجديد بسحبه زي ما انتوا شايفين كده، وببتدي الدور الجديد مع اللون الجديد بتاعي. تغيير وتشطيب الألوان ليه أكتر من طريقة. هنا أنا هحط ونفذ أبسطها إن أنا بسحب اللون الجديد، وبعد كده ألف اللون الجديد مع القديم مع بعض قدام الإبرة، وأقفل عليها بسلسلة، أو على حسب باستخدم بديل الغرزة زي ما أنا وريتكم في النصايح اللي قبل كده. وهنا بالنسبة لي أنا هاشتغل اللي هي بديل ال3 سلاسل اللي هي 2 غرزة حشو فوق بعض، وباكمل شغلي بالطريقة العادية. بعد أول عمود نفذته مهما كانت الطريقة باعمل 2 عمود بلفة، بنكمل عادي. وهنا كنا بنعمل 1 سلسلة علشان نتنقل من فراغ للتاني، وده مع الوقت والاستخدام مقاس الشغل نفسه بيختلف وبيتغير. فده يخلينا نفكر إن النصيحة رقم 6 هي أفضل حل أو حيلة علشان المقاس يفضل مظبوط والشغل متماسك، وهي إني معملش 1 سلسلة مسافة وأشتغل بدون مسافات خالص، وأكمل شغلي عادي. والنتيجة بجد هتبقى مفاجأة، مربع مظبوط ومتماسك من أول مرة، ومش هتحتاجي كل شوية تفردي مكان الحركة بتاعت إيدينا أثناء الشغل.
هسيبكم هنا تشوفوا الشرح بالخطوات من غير ما اتكلم واشرح، علشان اللي بيحب يتابع ويركز في خطوات بالترتيب يقدر يتابع وينفذ مظبوط. وخصوصا ان في ناس عندهم شكاوي من المربع الجراني ما بيطلعش مظبوط، عدد الغرز بيزيد، الاضلاع بتقل، الاضلاع بتزيد. فكل الخطوات دي وكل النصايح دي هتحل لكم المشاكل دي ان شاء الله في خطوات بسيطة. وده بيخلينا نيجي للنصيحة رقم 7 علشان نحول الدايرة لمربع بشكل فيه احترافية من غير أي لخبطة خالص. الحاجة الوحيدة اللي هنغيرها في الدور هي زوايا المربع، وهتكون على الشكل التالي: إن إحنا بنشتغل 3 عمود بلفتين، 2 سلسلة، 3 عمود بلفتين في ال4 زوايا. وبنكمل باقي الدور بنفس الطريقة العادية اللي هي 3 عمود بلفة في الفراغات، وطبعا بدون مسافات سلسلة خالص. أنا هنا بعد لكم طريقة إن أنا بشبك اللون الجديد وأخبيه إزاي. يا رب تكون هنا أوضح شوية. طبعا بالطريقة العادية أي غرزة أنت بتبتدي بيها المربع، سواء كانت ال3 سلسلة أو بديل ال3 سلاسل، بس بديل ال3 سلاسل بيظبط شكل المربع. وده بعد ما تكملي أول واحدة هتلاقي الفرق، وهتعرفي أنت بالنسبة لك إيه أنسب حاجة تشتغلي بيها. لو عجبكم المربع اللي بدايته دايرة وعايزين تعرفوه بالخطوات وبالتفصيل، اكتبوا لي تحت في التعليقات تصميم المربع علشان اعمل لكم فيديو تفصيلي بالخطوات وافكار المشاريع اللي ممكن يتعمل بيها. هسيبكم تشوفوا الدور ده بنشتغل فيه ازاي. هنا الفراغ هنشتغل فيه 3 عمود بلفة، وطبعا بناخد الخيط معانا اثناء الشغل علشان ما نحتاجش نشطب كتير. بالطريقة العادية بدون اي مسافات، 3 عمود بلفة في الفراغ، بوصل للزاوية بعمل فيها 3 عمود بلفة، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة. بكرر الموضوع ده كمان 3 مرات في 3 أضلاع الباقيين من المربع. هنا عملت نص الزاوية، هشتغل 2 سلسلة، 3 عمود بلفة، واكمل في الفراغ 3 عمود بلفة وبرضه بدون مسافات سلسلة علشان يفضل المربع معايا متماسك بالشكل ده. وبفضل أكمل لغاية ما أوصل للزاوية الرابعة وأقفلها بالطريقة المعتادة. لو أنا هكمل أدوار هقفلها بغرزة نص عمود علشان أفضل في نص الفراغ ومحتاجش أقفل بمنزلق كتير. لكن لو أنا هنهي الدور ده آخر دور عندي، يلا بينا نشوف هننهي ازاي. هنا وصلنا لآخر الدور بتاعي، هشتغل الكورنر عادي بتاعي 3 عمود بلفة. وهنا وصلنا للنصيحة رقم 8 اللي هي هتبقى لتشطيب الخيط. لو انتي لسه بتشتغلي هتكملي أدوارك وشغلك عادي بالطريقة والنصايح اللي قلنا عليها، لكن لو ده آخر دور هتشطبي الشغل بطريقة مختلفة. هتشتغلي سلسلة، وبعد كده تقصي الخيط بمسافة كافية وتلضمي الخيط في الإبرة بالشكل ده كده، وبدخل تحت حرف الفي في العمود رقم 2 علشان أسحب منه الخيط وأقفل، وبعدين أرجع بالإبرة في نفس السلسلة اللي خرجت منها. أحاول أقرب لكم شوية يا رب تكون واضحة. بدخل الإبرة في السلسلة، بسحب الخيط بتاعي وأشده بس بطريقة بسيطة، بلاش أشده قوي عشان ما تضيقش ويحافظ على نفس الشكل زي ما انتوا شايفين. بعد كده ببتدي أشطب الخيط بتاعي في أكتر من اتجاه علشان يبقى متأمن. هسيبكوا تشوفوا الطريقة، لأن مع الوقت والاستخدام الخيط ما يفكش منك لو انتي استخدمتي طريقة التشطيب في أكتر من اتجاه بالشكل ده كده. وطبعا انتي هنا مش هتلاقي نفسك بتشطبي خيوط كتير، يعني بتشطبي آخر دور وخيط البداية فقط لا غير. الزيادات اللي هتلاقيها
هي بتقصيها لأن اوريدي انتي خفتيها أثناء الشغل وانتي بتشتغلي الأدوار بتاعتك لما حطيتي كل الألوان الخيط القديم والخيط الجديد قدامك في الشغل وخفتيه وانتي بتشتغلي الغرز، فهتقصي بس الزيادات في الأدوار. لكن خيط اللي هتشطبيه هو خيط البداية اللي هو الدايرة السحرية أو السلاسل، بس أنا شخصيا أفضل الدايرة السحرية لأنها بتبقى أكثر أمانا يعني. والدور اللي فوق هو بس الدور الأخير اللي هتشطبيه زي ما أنا وريتك علشان تبقى القفلة بتاعت الدور نظيفة ومتماسكة وشكلها حلو، وبعدين حتى لو عملتي تشبيك هيبقى شكله أحلى. ده شكلها من الظهر زي ما انتوا شايفين، مفيش أماكن خيوط كتير، وده الوش بتاعها. وهنا ده مربع 4 أدوار. أنا هنا بوريكم الفرق بين 3 أدوار اللي احنا نفذناه أثناء الفيديو واللي أنا كنت عاملاه 4 أدوار. متماسك، مش محتاج أي حاجة، الخيوط متشطبة ونظيفة بنفس الطرق والنصايح اللي أنا قلتلكوا عليها. ودايما تستخدموا النصيحة رقم 1: إبرة أقل درجة أو درجة ونص من الرقم المقترح في الخيط اللي هتشتغلوا بيه المشروع. وطبعا لو نفذتي نصيحة رقم 5 بتاعة الألوان مش هتلاقي تشطيب خيوط. هسيب لكم على يمين الشاشة فيديو لمربع الجراني. لو عجبكم الفيديو لايك للفيديو، اشتراك في القناة، شير لأصحابكم علشان يستفيدوا، وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد بينزل في القناة.